تطيب جلسات الأهل والأصدقاء والأقارب والضيوف خاصة في مدينة سيئون والقطن وتريم بشرب الشاي، وتتزين بيوتهم وغرفهم بعدة الشاي التي تعطي الغرفة منظراً عريقاً وجميلاً. يا دان داني لداني دان، يا دان داني لداني دان، يا دان. خرمان صبلي معتق حمر والقلب سالي، خرمان للشاي انا خرمان صبلي معتق حمر والقلب سالي، دام السماور مسار الشان، جد وسقنا مد لي سعفل محبين. خرمان للشاي انا خرمان، صبلي معتق حمر والقلب سالي، صبلي معتق حمر والقلب سالي. عرفت حضرموت الشاي في بداية القرن الرابع عشر الهجري، وذلك عبر العوائل الغنية المرتبطة بدول شرق آسيا والحجاز، ومنها تخلل هذا التقليد إلى البيوت الحضرمية، وكان في بداية أمره بحضرموت في بيوت الأغنياء والميسورين. وقد تغنى الشعراء الحضارم بالشاي وذكروه في أبياتهم وقصائدهم الغنائية، ومن ذلك قول الشاعر حداد بن حسن الكاف: يا داير الشاهي تفضل اسقنا من كاس شاهي هني، فنجان من شاهيك يشفي لوعتي يا زين الفنون. مذاق الشاي الحقيقي يحتاج إلى توليفة حقيقية، يعني جلس وشوف ايش من نوع توليفه تطلع تطبق معك، مش اي نوع شاي تطلعه ويطلع شاي، لا نحن هنا نسوي 4 اشكال. يا دان داني لداني دان، يا دان يا دان لداني دان دان. مهياك شاي في الفيان يعرف أصولك الذي له ذوق عالي، يعرف أصولك الذي له ذوق عالي، ذا فن يعرفه كل فنان والمشعب يدار مثنات الفناجين. الشاي في وادي حضرموت إكسير لا يستغنى عنه، ولا يتم المجلس إلا به، ويتعدد مجلس شرب الشاي في الأسرة في أوقات مختلفة من اليوم صباحا ومساء. من الصبح الشاي ظل عادي، جو الصبح الظهر الغسة في الليل لما ينامون يشربون شاي حق العرس من كل نوع. أجل في الشاي في العرس تزيد الخرمة حق الحريم، نسود على كل شيء عرس غاليا بلاحظ على السمواء، يقعدوا تحاول الشاي صبي يكون عبرة ومعشرة فيصيرون هكذاك يشربون زين القاعدين من كثر الخرمة حق الشاي. دائما تلاحظ الانسان ينطرب ويصحى ويتصحصح، وطبعا هو شاهي النشوه، يعني هو الشاهي اللي يلي الاحزان ويلي الهموم. في جلسه الشاهي يطيب لك، يكون لك رواق اكثر، كما قال مستور، قال فتاه مستور نومي من عيوني زال يا خلي، من يوم شفت اليعد لي مكثوب من فوق الحزامه، والريل ما صارت ورونا عيوبي، بس تقل وعاد في البراد فنجان. طبعا هو ساهر الليل كله ما نام وما عاد قدر يصير، لكن اللي ضبط العمل كله هذا واللي خلاه يروق، بس تقل وعاد في البراد فنجان. 1 فنجان، ما قال بيشرب شاي وبس، تقل وعاد في البراد فنجان. ويتم تحضير مشروب الشاي عبر عدة الشاي، وهي أواني طبخ الشاي وشربه، وقد مرت بمراحل تنوعت وتطورت فيها أدوات عدة الشاي، وظهرت بمظهرها الحالي الأنيق. كان بخاري مشتى، تمام، كان عبارة عن يعني على ممسك كذا وله، تمام، زي الكوز كذا،
ونفس الفكره على الجمر وهذا تمام. طبعا ده جاء متاخر، هذا يقولون له السماور، اصلا صناعته روسيه. در عليه كاس القاطع معتق، لا تخليه كاسك يا محبي مداهق. من شروط التمدن نصف فيان مصبوب، لا تلومون من قلبه في العشق مكتوب. فدائما بتلاحظ ان الشاي هذا من فنون الشاهي، انه ما يكون الشاهي مداهق، ما يكون مليان، يكون ناقص على الكوب شويه. وايضا اللي يشرب الشاي الشخص الفنان ما يشرب اللي في الفيان كله، يبقي يزو في الفنجان يعني. دام السماور مسار الشان يدوس قانا مد لي سعف المحبين. ومن أهم عناصر عدة الشاي البخاري أو السموار، وهو إبريق الماء الذي يتم فيه غلي الماء. وأيضا من عدة الشاي البراد، فهو إبريق صغير يوضع فوق البخاري وتوضع فيه وريقات الشاي، وتختلف أحجامه بين صغير وكبير ومتوسط. الشاي هذا هنا في خاصة في سيون له طقوس خاصة. مثلا بعد الغداء لازم نفس السموار هذا يكون في البيت مع جلسة الأسرة كاملة، تمام. له طقوسه خاصة. الشاي عندنا في سيون شيء ما هو طبيعي يعني مثلا لما يكون بالفنجان هذا الصغير، مثلا لما يكون بالفنجان الصغير هذا يعني يجلس الواحد يشربه 5 دقائق. تخيل مش كامل حتى الكوب، لا الفنجان هذا مش كامل، يسويه نص فيه. هو عبارة عن مزاج، تعديل مزاج كيف بس. إذن مشاهدينا الأعزاء، ومن أمام قصر الكثير بسيئون ومع هذا الإرث الحضرمي العظيم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نتمنى لكم أوقاتا طيبة.